وقد حطت في مطار العقبة بهذه المناسبة طائرة الكونكورد التابعة للخطوط البريطانية، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، حيث كان على متنها 120 سائحا بريطانيا من رجال الأعمال. السيد نصر عطلة مدير عام السياحة قال إن هذه الرحلة تأتي ضمن خطة الوزارة لتنظيم العديد من الرحلات إلى الأردن بهدف التعريف بالأماكن التاريخية والأثرية والسياحية التي يزخر بها الأردن. ثم توجهت الطائرة بعد ذلك إلى عمان، حيث هبطت في مطار الملكة علياء الدولي. وقال السيد علي غندور رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية إن هذه الرحلة الخاصة جاءت بهدف إبراز دور الأردن سياحيا وإعلاميا في العالم. وأشار السيد غندور إلى أن الملكية الأردنية تقوم برحلات من فنلندا إلى العقبة مباشرة مرة في الأسبوع، وأن هناك شركات طيران مماثلة كالخطوط الجوية البريطانية تحاول تسيير رحلات مماثلة إلى العقبة على طائرات الكونكورد. سيداتي وسادتي، حتى نلتقي في الأسبوع القادم، لكم أجمل تحية.